عمرك حسيت إنك بتجري في ساقية؟ يوم ورا يوم، تعب، ضغط، استنزاف، ومع ذلك مفيش إحساس بالوصول؟ أنت بتصحى تجري عشان تلحق الشغل، وتخلص شغل وتجري عشان تروح، وتنام وتصحى تعيد نفس الفيلم. طب السؤال المهم اللي بنهرب منه كلنا، إحنا بنجري ليه أصلاً؟ تعالوا نفكك الحكاية دي سوا. أغلبنا بيجري لمجرد إن الناس كلها بتجري، السيستم اتمستس كده، مدرسة، شغل، جواز، تجميع فلوس، هوب القطر ماشي والكل راكب. انت بتجري ماراثون ملوش خط نهاية واضح، ومن غير ما تسأل نفسك ولا مرة هو أنا عايز إيه؟ المشكلة يا صديقي مش في الجري كفعل، المشكلة إنك مش عارف النهاية فين، فبتلاقي نفسك بتلف في دايرة مفرغة، مجهود جبار والنتيجة صفر إنجاز حقيقي لروحك. واللي بيزود سرعة الجري ده هو المقارنة. بنجري عشان فلان سبقنا، عشان صورة ستوري لواحد صاحبنا في المالديف، أو عشان نحس إننا مش أقل من حد. السوشيال ميديا حولت حياتنا لسباق خيل دائم، وده بيخلينا نعمل حاجتين في منتهى الخطورة. أولاً بنضغط على أعصابنا فوق طاقتها، وثانياً بننسى طريقنا الأصلي وبنجري في سكة مش بتاعتنا، سكة مرسومة عشان تعجب الناس مش عشان تريحك أنت. طب ليه مش بنقف؟ ببساطة عشان إحنا خايفين نقف فنكتشف إننا ضيعنا وقت، خايفين نفكر فنكتشف إننا مش مبسوطين، خايفين نواجه نفسنا بإن الطريق ده كله كان غلط، فبنختار نهرب للجوار، لأن الجري بيخلينا مشغولين لدرجة إننا ما نسمعش صوت وجعنا. الحقيقة إن الوقوف في زمن الجري محتاج شجاعة أكتر من الجري نفسه. والمجتمع طبعا قايم بالواجب وزيادة، طول الوقت بتسمع لازم تنجح، لازم توصل، لازم تعمل زي غيرك. بس حد قبل كده قالك ممكن تبطأ شوية؟ حد قالك ممكن تختار طريقك الخاص حتى لو كان هادي ومش زحمة؟ الحقيقة إن المجتمع عايزك ترسف المكنة، مش مهم انت مرتاح ولا لأ، المهم المكنة تفضل تدور. طب تعالى نتخيل سوا، لو وقفنا لحظة، لو خدت نفس عميق وسألت نفسك أنا عايز إيه فعلا؟ الجري ده مريحني ولا متعبني؟ هل ده حلمي أنا ولا حلم حد تاني؟ يمكن نكتشف وقتها إننا مش محتاجين نجري أكتر، إحنا محتاجين نفهم أكتر. يمكن تكتشف إن السعادة مش في آخر السباق، السعادة في إنك تمشي في طريق أنت اللي مختاره. مش غلط إنك تجري، بالعكس الطموح والسعي حاجة عظيمة، بس الغلط إنك تجري وإنت تايه، أو تجري في طريق مش بتاعك. خد نفس، اسأل نفسك، وافتكر دايما مش كل اللي بيجري سابق، ساعات اللي ماشي بهدوء وفي اتجاهه الصح هو اللي بيوصل الأول. دلوقتي قولي في الكومنتات، هل حاسس إنك بتجري في طريقك الصح ولا محتاج تقف وتاخد نفس؟ ولو الفيديو ده لمس حاجة جواك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشيره لصاحبك اللي بقاله سنين بيجري ومنسي نفسه. أشوفكم الفيديو الجاي، سلام.